بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا إلى الحق وأنطقنا به. الخر بلائي والقوطي وهلا وين صار فيه. أنا والله أجهل صراحة بلي قاعد يحصل بالمهرجانات. هذا ما أدري صار فيه زي ما يقولون أزياء تنكرية وما أدري شلون، وناس تقول هلا وين، أنا أسميه هلا وين. لاني بالبدايه فعلا انا احس انه ناس تدور في اطفال مفقودين، احس بنت اسمها هلا فيقولون هلا وين، ولا ماني عارف ايش القصه، فيقول لك متنكرين فطلع لك واحد خربلائي راسلا ويبي يناقش النظام السعودي ومنكر سالفه الهلوين او الازياء التنكريه وواحد قوطي طلع بوسائل الاعلام ينظر وغصبا عليكم انتقد وما ادري وشو. اول شيء شوف، لانه يقول انت ما تقدرون تنتقدون وما ادري شو. لا، انتقدنا وزراء، انتقدنا قرارات، انتقدنا كل شيء، ونعيش بحريه الحمد لله. ما تجدونه انتم ابدا. ليش؟ لانك انت في دوله اسمها ايران سوت تفجيرات عندكم، حاولت تغتال شخصيات كبيرة عندك، ما تقدر تقول له كلمة مضبوط. وفيه كيانات معينة بدولتك ما تقدر تقول لهم كلمة، فلا تقعد تعيش علينا دور المستشرف. أول شيء خلينا نحط النقط على الحروف. أي تشبه بالغرب بكلام العلماء حرام، ما يجوز. ممتاز. أغاني حرام، ما يجوز. ممتاز. سالفة أنها تصير بدولة ولا ما تصير، هذا لا يعني خروجنا عن الدين. ممتاز. هذا ما هو باب التكفير، هذا ما هو باب إننا تركنا قيمنا العربية، لا. ولك يا حيوان أنت وياه. أقرب دولة لتطبيق الشريعة الإسلامية المملكة العربية السعودية، وأتحداك إذا وجد دولة أقرب لتطبيق الشريعة الإسلامية من السعودية. والدولة اللي به العرب والحفاظ على القيم والمبادئ والشيم العربية المملكة العربية السعودية. وتذكر شلون شيمنا من ضمنه الفزع للجار. ممتاز. اللي سبحان الله صارت كأنه وباء علينا، ما كأننا افعل خير تلقى الشر. فاللي انت قاعد تسويه شو اسمه، اذا انت هو المشكله انه جاهل بالعقيده ولا يعرف اي دماء عربيه، ويجيك يبي ينظر بالاسلام وبالعروبه. اول شيء اذا مثلا واحد غنى فعله محرم، حرمه انكار الغنى بايغار قلوب العامه على ولي الامر اشد، لان هذه تؤدي الى فتنه، الى اغراق الدماء، وهذا أبسط ذنبا أو أقل ذنبا أو أقل فتنة من اللي أنت قاعد تسويه. رقم 2، إنك مقاصد شريعة إنك تحاول زرع فتنة ما بين بلدين، وممكن هذا يؤدي إلى تكاره بعض الشعوب بيناتهم، ويؤدي إلى أشياء تجر بعضها. هذا أعظم حرمة من انتقادك لشيء معين غلط. احنا متفقين انه غلط. ممتاز. عشان ما تقعد تقول هذول يحللون حاجه، ولا عندنا علماءنا وكلامهم واضح، ولا هي الحاجات الوحيده اللي ممكن تحدث عندنا وهي لا تجوز. ممتاز. لا يجوز حلق اللحيه، هذا انا حالق. ممتاز. طيب ما ينباع الدخان؟ حرام بيع الدخان، وهذا هو ينباع. ممتاز. فلا تقعد تحدثنا بجنب الكنيسة أنت وتكلم لي عن عقائد وأنت ما تدري والله حاطك بالدين، تستشرف علينا. هذا القوطي، أنا أقصد القوطي. المشكلة ولا تتكلم بالعروبة وأنت ما أنت حافظ الجميل. يعني من العروبة
تتكلم عن قيم ومبادئ من العروبة أنك تستحي أمام المملكة العربية السعودية لأنها صاحبة جميل. هذا من العروبة إذا أنت تعرف أخلاق العروبة. تيجي تتفاجأ هل ينظر وينتقد قصد عليك. سبحان الله، يعني حتى هو شكله، أنا ما أدري هو شكله ولا متنكر، خشة أمه هذه وشي، ما استغفر الله العظيم، يعني هو شكله أصلا تقدر متنكر هو قاعد يتكلم، نص وجهه خشن. وش يطلع بالنهاية؟ يطلع صاحب شركة توظيف أموال نصاب وعليه حكم قضائي. تخيل، هذا اللي قاعد يستشرف عنه. أنا ما أدري وش الجنون اللي صايب بعض القواطي هذول. صاروا أكثر من البرتقاليين كلام بالفترة الأخيرة. يعني البرتقاليين بدأوا شوي يستحون، بدأوا يأكلون تبن شوي، لكن القواطي مسعرين. والمشكلة أنك لما تيجي للمهرجانات هذه، يعني على ما يذكر لي أنك تجد أنهم هم أكثر ناس موجودين. يعني أنا قاعد في السعودية ما عمري حضرت مهرجان، بينما أنت سري مري جايين رايحين رادين رايحين رادين. وبالنهاية تطلع أنت نصاب تسرق أموال الناس وقاعد تنظر دم بوجهك، ولك دم كاتشب، ولك دم شوي دم بوجهك. يعني الواحد لما ينكشف ويصير عليه حكم قضائي يعني يبعد عن الإعلام. هذه ترى تطلع خشة أمك، هذه تطلع علينا على وجهك، عيب، ما تستحي. وجايك الخربلائي يقول أنتم عندكم هلاوير وما أدري وشو، ولك أنتم حقيقة الهلاوير عندكم. يعني ما شايف الأشكال اللي تجي بالمزارات عندكم؟ ما شايف آدم جسدته صورته، نوح وفد نوح قادم، وفد آدم قادم، وفد شعيب قادم، وتضربون بعض ودماء وأشكال وتبوسون قنادل الإيرانيين وجيه تخرع وغد طفل تشطبون راسه يطلع الدم وغد. أقل شيء احنا اللي عندنا تنكروا. انت ما هو تنكر، انت حقيقة هلاوين، حقيقة رعب اللي قاعد تسوونه. ولك ما تشوف شيء انت، ولك من عمي عن اللي قاعد يحدث عندك. لا، وفد الجن وجايين اشكال غريبة، وفد ما ادري منه. وش بيتي ما سويتوه بحقيقة الهلاوين انت. والله العظيم دول العالم كلها ما سوت هلاوين مثل الحقيقي اللي قاعد يحصل عندك، المصيبة اللي قاعدة تحصل. وانا انت شايفها وجاي تبي تناقش السعودية، ولك الكهرب ما يشتغل عندك، كهرب ينقطع ويطفي، الماء ملوثة عندك، ضايع اهلك، وجاي تناقش عن السعودية. ما تدري وش شعور السعودية الآن. انت السعودية بداية تأسيسه افضل منك الآن، جالس وراء المعممين وجالس وراء هالمنتهين وتنتقل السعودية راعي روحك ولك باوع على نفسك. ما شايف شيء يعني، ها؟ ولا تبي نرفق صور الهالوين الحقيقي مع مقطع الفيديو لك عشان تقتنع؟ خربلائي وحادثي، والله هذا آخر زمن. ويتكلم عقيدة مضروبة، تبعية الإيران، ويبي ينتقل السعودية. بلاوي قاعدة تحدث عندك ببلادك، هو بل كان بالسعودية. ما أنتم تعديتوا مرحلة في مثل عندنا يقول الجمل ما يشوف عوجة رقبته. لا أنت ما حصلت جمل ولا حصلت بقرة ولا حصلت وش، أنت ضايع. تبي يعني أنت تمام. والله العظيم شيء يدعو الله. وبعدين يقول لك ليه ما تناقشهم الأشكال هذه. بتويتر الرد عليهم يعني والله ما أضيع على الوقت صراحة. فهذولا أنا أتخذ معهم قاعدة أبو عنتر. أنا قد مقرط واحد بلوك حظر. الحظر بتويتر يعني حق، حتى المالك الجديد الخبر الجديد هذا ما يعني ما ألغاه، موجود. فأنا أمارس حقي الديمقراطي بدل مقرطه
اني ابلكك انت وش قالك بالله. تقدر صفحتي انت وش قالك يجي خربلائي يتكلم. يعني بعض الناس يعني تجاوزوا حدود يعني. هذا شلون ترد عليه؟ تقولون شلون ترد؟ خربلائي ناقد على شيء بالسعوديه. وشلون؟ تاريخ هالمدينه اصلا كرب وبلاء، وتقولي كربلاء. بلاوي قاعده يعني اكبر بلاوي بالعالم قاعده تحدث بمدينتك. قاعد تتكلم عن السعوديه. اكبر هالوين عرفته البشريه قاعد يحدث حقيقه، ما هو تمثيل، عندك بمدينتك نفسها. وقاعد انت وش مكون اهلك انت؟ وش المكون هذا؟ انت معقولك ما اجرتها، انت معقولك بعتها نهائي، ما في عقل، خلاص ما في عقل. الله كرمك حط لك عقل تفكر تقوس الامور، ما في، بعته. اهم شيء ينتقد السعوديه ولا جالس بوسط الزباله وقاعد تراعي. لا تنكسر رقبتك من كثر ما تطالع فوق السعوديه، لا تنكسر، ارفق بحالك وخليك دنق وشوف الزباله. ارخ انظرك الزباله تحتك، لا ترفع راسك، جلست على وجهك. ترفع راسك وانت تحت قندره ايرانيه، حيوان ولك. يا كلاب، صلوا على النبي وترضوا على صحابته اللي الله عز وجل ترضى عليهم بالقرآن الكريم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين المهديين اللي أثنى عليهم الله عز وجل وأثنى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. تجي بعض الحيوانات ما هو عاجبها،